كلام ايه ده؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده يا عديلة؟ بقول لك يا اخويا العريس اللي بره ده ما هوش عريس سميرة. مش عريس سميرة؟ قصدك على انهي فيه؟ اللي في الصالون ولا اللي في الصالة؟ ايه اللي في ايه؟ يا نهار زي بعضه. هو سي عبد القادر جه هو كمان؟ الاتنين جم ورا بعض، واحد الساعة 3 والتاني الساعة 3:05 بالظبط. ازاي الكلام ده؟ ده سي عبد القادر ميعاده الساعة 5. اهو ده اللي حصل يا عديلة. اللي اسمه عبد القادر بيقول انه وراه مزاد في الوكالة الساعة 5 النهاردة، وعشان كده جه بدري وقال يعدي هنا الاول وبعدين يروح هناك. طب وبعدين يا اخويا هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه يا ستي؟ في سي عبد القادر طبعا. هنقول له ايه على الفصل البايخ ده؟ قول لي يا اخويا، هو عرف مين اللي في الصالون؟ لا، الحقيقة انا ما خليتش حد فيهم يعرف، وبقيت داير بين الصالون والصالة عشان ما حدش يحس. كويس قوي قوي قوي. روح بقى مشي اللي في الصالون ده وقول له اي حاجة. يعني ايه؟ يعني خلاص يا اخويا، ما دام سي عبد القادر جه يبقى خلاص مش عايزين عرسان. قول له البنت مخطوبه. مخطوبه ازاي يا عديله؟ بقول لك يا اخويا سي عبد القادر جه يبقى خلاص هو ده عريس سميره. بس يا عديله انا بقول يعني انت شفت الراجل ده عشان تحكمي عليه؟ وهشوفه ليه بس؟ كفايه اللي انا سمعته عنه. دول بيقولوا عليه اكبر تاجر خردة. لا وايه، عنده بدل العمارة 2 و3 ويمكن اكتر كمان، ده غير العربيات والارض وغيره. انا بقول برضو واجب ناخد رأي سميرة. ايه ناخد رأيها في ايه؟ في العريس طبعا يا ستي. هي سميرة هتلاقي احسن من سي عبد القادر؟ يا عديلة ده راجل كبير في السن وسميرة لسه صغيرة. وماله يا سي حسين، الراجل ما يعيبوش غير جيبه. انا اتجوزت المرحوم وكان بيني وبينه اقل 20 سنة والحمد لله عمرنا ما زعلنا في يوم ابدا. بس يا ستي الزمن اتغير والبنات دلوقتي غير زمان. البنت لازم يكون لها رأي في ايه يا سي حسين؟ اللي يسمعك يا اخويا بتقول كده يقول انك ما تعرفش البير وغطاه، ما تعرفش انا بربي البنات دول ازاي، ما تعرفش المعاش بتاع ابوهم بيكفيني انا وهم ازاي، ما تعرفش انا شايله حملهم ازاي. الحكايه كده بقى يا عديله. ايوه يا سي حسين، ايوه يا اخويا. انا عندي 4 بنات، سميره اكبر ما فيهم. البنات دول لازم يتجوزوا في يوم من الايام. تفتكر هجهزهم منين؟ هجوزهم ازاي؟ لو قدرت على جواز سميره يبقى ال3 الباقيين هعمل معاهم ايه؟ اعمل فيهم ايه؟ بس ده مش سبب ابدا يخليكي تفرضي على سميره واحد زي ده. مين قالك اني بفرض عليها؟ سميره اكيد هتنبسط لما تعرف العريس ده ورا ايه. سميره بنت زي كل البنات ونفسها تلبس وتتفسح وتعيش زي كل الناس. صدقني يا سي حسين، محدش ابدا يقدر على كده غير واحد زي سي عبد القادر. صدقني محدش يقدر على كده غيره. يعني انت شايفه ان سميره هتوافق على عبد القادر ده؟ طبعا يا سي حسين طبعا. خلاص يبقى مفيش مانع نسالها وناخد رايها. ناخد رايها؟ ايوه. انت مش وافقتي على كده دلوقتي؟ انا هقوم اروح لها اوضتها واسالها وهشوفها هتختار مين، اللي في الصالون ولا اللي في الصاله. استنى يا خالي. الله، استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا بنت؟ انت مش هتبطلي الدق اللي فيكي ده؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ جايه الحقكم قبل ما تسحبوا القرع. انت بتقولي ايه يا بنت؟ بقول الصاله دلوقتي ما فيهاش واحد بس، دي بقى فيها 2 يا ماما. 2؟ ايوه 2. ام زكيه جت دلوقتي حالا ومعاها واحد وبتقولوا انه جاي يخطب سميره هو كمان. عاجبه كده يا سي عادل؟ شايف الناس اللي انت جاي هنا عشان تناسبهم؟ شايف ايه مالهم يا ماما؟ بس حصل ايه؟ بقى ده كله بتقولي حصل ايه؟ بقى لنا يا اخويا ربع ساعه قاعدين، اللي محد جه وسأل فينا ولا عبرنا حتى، ولسه بتسألني وتقولي حصل ايه؟ هي ماما خال سميرة كان قاعد معانا دلوقتي ولسه قايم. ويقوم ليه؟ يسيبنا ليه؟ مش قد المقام يعني ولا ايه؟ ما نشبهش يا سي عادل ولا يعني ما نشبهش؟ يا ماما الراجل جاله ضيوف في الصالة وخرج يقابلهم، ما فيهاش حاجة دي. ما فيهاش حاجة يعني ايه؟ هما الضيوف دول اهم منك؟ اهم من اللي جاي ياخد بنتهم ولا ايه؟ وبعدين بقى معاك يا ماما، البنت صغيرة قاعدة قدامك، ما يصحش كده.
انتوا بتقولوا ايه؟ لا مفيش يا حبيبتي، ما بنقولش حاجه. امال بتتكلموا بصوت واطي ليه؟ شوفي يا اخويا البيت. انا اسمي نوسة وما بحبش الكلام بصوت واطي. حاضر حاضر يا ست نوسة، حاضر. هنتكلم بصوت عالي يا ست نوسة، من عينيا الاتنين. كلي تفاح يا طنط. تفاح؟ هو فين التفاح ده يا بنتي؟ يا ماما وبعدين بقى؟ ايه اللي قدامك ده؟ انت ما شفتوش قبل كده يا طنط ولا ايه؟ لا، ان جيتي للحقيقة ما شفتش تفاح بالشكل ده ابدا. طب خلاص كلي، دي ماما جايباها علشانكم. خدت فلوس من خالي النهارده الصبح ونزلت اشتريته من السوق. الله 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 الله، سامع يا سي عادل ولا انت السامع؟ يا ماما اسكتي بقى ارجوكي. هي ماما فين دلوقتي يا نوسة؟ ما جاتش ليه يا اختي لغاية دلوقتي؟ ماما كانت بتغير هدومها. يعني جايه تسلم علينا دلوقتي يا نوسة؟ لا، ماما عندها اجتماع. نعم، اجتماع؟ احنا فين بالظبط يا سي عادل؟ ماما ما تقول. استني يا ماما شويه بس. اجتماع ايه يا نوسة؟ اجتماع مع خالي، وانا قلت اجي اقعد معاكم بقى مادام هي مش فاضيه دلوقتي. كده عادل، قوم بينا يا عادل. الله، على فين يا طنط؟ مش لما تاكلي الشوكولاته؟ لا يا حبيبتي كتر خيرك، مش عاوزة، ما بحبهاش. الله، طب حسبي يا طنط، هتوقعي الفنجان ده بتاع الناس اللي فوقينا. ايه كده وقعتي الفنجان كده، انا لقيتها على الكرسي. هنقول ايه دلوقتي لطنط سعديه؟ هنقول لها ايه؟ انا هروح اقول لماما، يا ماما الحقي، يا ماما الحقي، يا ماما الحقي، يا ماما. مبسوط يا سي عادل؟ مبسوط يا اخويا؟ يا ماما اهدي بس واقعدي، استني شويه. هستنى ايه تاني يا سي عادل؟ استنى لما اصحاب الكراسي يجوا علشان ياخدوها واحنا قاعدين عليها؟ استنى لما اصحاب الفنجان يجوا يحاسبونا على الفنجان اللي اتكسر؟ انا هستنى تاني لايه يا حبيبي؟ انا مش هستنى ابدا. يا هستنى ماما ايه يا ماما هنستنى لغايه لما نخلص كلامنا مع الناس اللي احنا جايين لهم. وهو فيه الناس عشان نتكلم معاهم يا سي عادل؟ فين الناس دول؟ خالها وسابنا ومشي، امها مش راضيه تقابلنا ولا تسلم علينا، حتى البت المفعوصه الصغيره اللي كانت قاعده معانا سابتنا هي كمان. عادل بقول لك قوم، الجوازه دي مش ممكن ابدا تتم، ما تنفعش. قوم يا حبيبي قوم، وانا اجيب لك ستها النهارده. لا يا ماما، انا مش ماشي من هنا. مش هتمشي من هنا؟ يعني ايه كلامك ده يا عادل؟ يعني كل اللي حصل ده ما يهمنيش، انا جاي هنا عشان سميرة، جاي عشان اكلم اهلها عليها، مش همشي من هنا الا بعد ما اخلص كلامي معاهم في الموضوع ده واخد كمان ردهم. الكلام ليكي دلوقتي يا سميرة، والرأي رأيك. أنا يا خالي؟ أيوة يا بنتي، الموضوع ده يخصك وده مستقبلك، وأنا طلبت من والدتك إن أنا اللي أكلمك فيه، وطلبت منها كمان إنها ما تقابلش حد من اللي بره قبل ما أعرف رأيك إيه. يا خالي أنا ما تسرعيش يا سميرة إلا لما تسمعي كلامي للآخر. اسمعي مني الأول وبعدين قولي رأيك. اتفضل يا خالي. البيت دلوقتي فيه 3 عرسان، 3 عرسان كلهم جايين طالبينك، وكل واحد فيهم فيه مميزات وفيه عيوب كمان. يعني ايه يا خالي؟ انا مش فاهمه. يعني الصالة فيها عبد القادر، وده راجل اكبر منك في السن، ما عندوش شهادات، لكن قدر يوصل للي الشهادات ما تقدرش توصل له، وده تاجر كبير عنده املاك كتير، عنده فيلا وعربية ويقدر يعيشك احسن عيشة. وفوق كده عبد القادر فيه ميزة كبيرة ما تلاقيهاش في حد تاني. ميزة كبيرة؟ ميزة ايه يا خالي؟ عبد القادر طالبك بشنطة هدومك، ومستعد انك تروحي له بيها فاضية وهو يملاها لك كمان. بس يا خالي ده يعني استني يا سميرة، انا مش عاوز اعرف رأيك الا بعد ما تسمعي كل كلامي. اتفضل. في الصالة برضو في عريس تاني، محمود، مهندس اتخرج من هنا وفضل انه يشتغل بره واستوطن هناك وكون نفسه. محمود ده ما يعرفش حد هنا، وعشان كده طلب من ام زكية انها تشوف له اي عروسة، ومالوش شروط في اللي هو طالبها غير انها توافق على انها تعيش معاه بره وتستوطن هناك. طيب والتالت يا خالي؟ الله، مش لما تسمعي الاول محمود مميزاته ايه؟ مميزاته معروفة يا خالي، السفر والفسحة طبعا، وزي ما حضرتك بتقول مكون نفسه هناك كمان. بالظبط كده. التالت بقى وهو ده اللي في الصالون عادل. أيوة. وده موظف صغير لكن متخرج من الجامعة، مرتبه على قده ولسه بيبتدي حياته،
عادل سكته صعبة صحيح، لكن المشي فيها مش مستحيل. عادل صحيح إنسان كويس، لكن مش هيقدر يقدم لك أبدا لا الفيلا ولا العربية ولا الفلوس ولا السفر ولا الفسح. دول العرسان اللي متقدمين لك، وعاوزك دلوقتي تخرجي تقابليهم وتفكري كويس في كلامي، وبعدين تقولي لي رأيك ايه. ملوش لزوم يا خالي. ملوش لزوم تفكري ولا ملوش لزوم تقابليهم؟ الاتنين يا خالي. انا خلاص اخترت. وانا خلاص عرفت يا سميرة انت اخترت مين. بالذمة ده كلام يا عالم، ده كلام. وايه يا اخويا اللي كلام واللي مش كلام؟ بس هانم عايز اوضه نوم ارو، ما تزيدش عن 100 جنيه. 100 جنيه. وماله يا اخويا؟ الأوضة اللي اشتريتها أنا والمرحوم ألف رحمة تنزل عليه كانت خشب أرو أصلي مش قشرة، وكانت ب40 جنيه بس. 40 جنيه بس؟ ده غير المشال كمان. يا استهانم ده كان زمان وجبر، كان زمان. يا ماما هو ضروري يعني الأوضة تكون خشب أرو؟ اسكت انت يا عادل، انتش فاهمك في الحاجات دي. انا بقول يا اختي اي اوضه تنفع اهي تقضي وخلاص. وهي كلها اوضه نوم يا طنط، ما تفرقش يعني. ما تفرقش؟ لا بقى دي تفرق كتير قوي. عادل ابن الوحيد يا اختي، ولازم تجيله احسن حاجه. ايوه بس انا اللي هدفع يا حبيبتي. وماله يا اختي، اهو كله من المهر المدفوع يا حبتين. مهر ايه اللي بتتكلمي عليه؟ دول ما كانوش 400 جنيه لا طلعوا ولا نزلوا. اهل العروسه يا حبيبتي هم اللي بيجهزوا، والمهر ده هديه. هديه ايه يا اختي؟ ده حتى الشبكه ما جبتوهاش. يا ماما ما يصحش كده، ما يصحش. يسلم فمك، قولي لها يا اختي ما يصحش. قولي لها كمان ان عادل ده 1000 واحده تتمناه من غير لا مهر ولا شبكه. ماما عيب الكلام ده يا ماما. قول لها والنبي يا عادل يا ابني، قول لها يا اخويا. انت ايه بتقسم